السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة. اهلا بيكم معايا على قناة مامة التوينز. لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء صوابي. قناتنا بتقدم وصفات واكلات ان شاء الله باذن الله كلها هتعجبكم وتنور رضاكم. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشير على قد ما تقدروا، وما تنسوش الكومنت اللي دايما بيفرحني وبيسعدني. هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. الكشري هنعمل وصفة النهاردة، وصفة كشري مصري أصيل. وصفة الكشري دي يعني أنا واخداها من ماما، ربنا يا رب يديها الصحة والعافية. أنا طالعة ألاقي ماما بتعملها كده، وكانت دايما بتعملها وبتعزم صحباتها عليها. والله كانوا فعلا بينبهروا بيها، يعني كانوا بينبهروا فعلا، ما كانوش بيصدقوا ان ماما عاملاه في البيت. فالوصفة دي مشهود لها بجد، يعني أنا شهادتي مجروحة فيها. وصفة أكتر من رائعة. هنعمله بطريقة فيها تكنيك مختلف، هيوديلك الكشري في حتة تانية خالص. هنبدأ أول حاجة معانا بالبصل بتاعنا. أول حاجة بنبدأ بيها في الكشري بتاعنا البصل، وهنعرف دلوقتي ليه البصل بنبدأ بيه. هنبدأ نقطع البصل بتاعنا جوليان أو جوانح كده. هنبدأ نقسم البصلة 2 ونقطعها شرايح زي ما احنا شايفين كده. على قد ما تقدري صغري او رفعي الشرايح بتاعتك، شرايح البصل على قد ما تقدري، لان كل ما كانت الشرايح بتاعتك رفيعة كل ما كانت النتيجة احسن، كل ما كان مقرمش معاكي اكتر وكل ما كانت النتيجة افضل. هنبدأ كده نقطع كل الكمية بتاعتنا طرنشات رفيعة كده زي ما احنا شايفين. وهنبدأ بقى دلوقتي نعمل ايه؟ نبدأ نمسك البصل بتاعنا نفككه من بعضه، نفكك البصل كده بعيد عن بعضه عشان خاطر برضو بيدينا نتيجة افضل، تبقى الواحدة طالعة بوحدتها كده. ونبدأ نحط معانا معلقة ملح، ده اول سر معانا من اسرار البصل المقرمش. معلقة الملح دي هتدبلك البصل، هتركني فيها البصل لمدة 10 دقايق، هتدبلك البصل وتنزلك كل المية اللي فيها، يديكي نتيجة مقرمشة ويديكي سوى اسرع. يعني هيستوي معاكي اسرع، مش هياخد وقت طويل في الزيت على النار. هنبدأ نجيب البصل بتاعنا بعد ما قعد 10 دقايق في الملح. هننزل عليه بمعلقة من النشا ومعلقتين من الدقيق. هننزل بمعلقة واحدة بس من النشا ومعلقتين من الدقيق، وابدأ احطهم على البصل بتاعي، وابدأ اقلبهم في قلب البصل بتاعنا. وابدأ وانا بقلب كده افرفط فيه عشان خاطر كل شريحة من البصل تتغلف بالدقيق وبالنشا بتاعنا. كل واحدة على حدة كده تبقى متغلفة بالدقيق والنشا عشان خاطر يديني نتيجة كويسة. عندنا بقى على البوتاجاز طاسة فيها كمية زيت محترمة. هننزل فيها بالبصل بتاعنا، ونبدأ برضو نفكك فيه وهو في قلب الزيت عشان خاطر ما فيش واحدة تلزق في التانية، عشان يبقى طالع الواحدة بوحدتها ويبقى طالع مقرمش معانا. هنبدأ ايدينا فيه، ما نسيبوش ايدينا فيه باستمرار عشان خاطر يطلع اللون كله موحد معانا، ما تطلعش واحدة نية وواحدة مستوية وواحدة بيضة وواحدة محروقة، لا، ايدينا فيه على طول باستمرار عشان يطلع لون واحد ويدينا نتيجة كويسة جدا ان شاء الله بإذن الله. اعملي البصل زي ما انا بقولك كده، وان شاء الله بإذن الله النتيجة هتطلع مبهرة وهترضيك ان شاء الله بإذن الله. قلبنا البصل لعند ما وصلنا للمرحلة دي، اهو اللون ده، وصلنا للون ده معانا، اوريكم اللون اللي احنا وصلنا له. هنبدأ بقى نطلعه من الزيت ونطلعه على مناديل مطبخ او ورق مطبخ، نصفيه من الزيت كويس ونطلعه على مناديل مطبخ. والزيت اللي احنا بدأنا بالبصل ليه؟ عشان خاطر الزيت ده هو البطل بتاع الكشري معانا. يعني احنا عايزين الزيت ده لان الزيت ده هو اللي هيدينا النكهة والطعم بتاع الكشري بتاع المحلات. ومحدش يقول انت قليتي في الزيت واستخدمتيه وهترجعي تعملي بيه الاكل، لا، احنا استخدمناه مرة واحدة بس، ما استخدمناهوش اكتر من مرة. وهو ده سر من اسرار محلات الكشري، هو ده سر من اسرار محلات الكشري اللي بيدينا الطعم اللي احنا بيعجبنا جدا في محلات الكشري. وده البصل بتاعنا بعد ما طلع معانا من الزيت. سامعين الصوت يا جماعة؟ وبعد ما خلصنا البصل بتاعنا هنبدأ بقى نجيب كوبايتين من العدس وكوباية من الحمص. هنبدأ نحطهم في حاجة ونحط عليهم في مية مغلية. هي المرحلة دي أنا ممكن أبدأ بيها قبل البصل عشان على ما أخلص البصل وأجهز حاجة الكشري معانا يكون هو اتنقع وخد كفايته، يعني اختصارا للوقت.
هنبدأ بقى زي ما احنا شايفين كده، نفضيهم وننزل عليهم بمية مغلية، نغطيهم بمية مغلية ونركنهم لمدة ساعة. هنركن العدس بتاعنا معانا لمدة ساعة، وبعد كده هنبدأ نستخدمه، هنشوف هنعمل فيه ايه. والحمص بتاعنا برضو هننقعه لمدة ساعة، وبعد كده هنبدأ نغليه ونسويه على البوتاجاز. حلة معانا على البوتاجاز فاضية، هنبدأ بالزيت بتاعنا اهو. هنبدأ نحط الزيت بتاعنا، زيت البصل زي ما احنا قلنا، البصل زيت البصل مكمل معانا للنهاية. زيت البصل هو البطل بتاع الكشري بتاعنا النهاردة، وهو اللي هيدينا النكهة بتاعت البصل، والنكهة اللي بنحسها دايما في طعم الكشري. هنبدأ ننزل بكوبايتين من الشعرية معانا، ونبدأ ايدينا فيهم على طول نحمرهم. ايدينا في الشعرية على طول، ما ننساش عنها، لان الشعرية دي من الحاجات الحساسة اللي بتتحمر بسرعة. ومعانا على البوتاجاز برضو اليمة التانية اهو معانا المية بتاعت المكرونة، كله شغال معايا على البوتاجاز مع بعضه. بعد ما المية تغلي هبدأ انزل بكيس من المكرونة الصغيرة. حطيت في المية ملح بس، ما حطيتش حاجة تاني. ومعانا برضو كيس من المكرونة الاسباجيتي، يعني تقريبا حوالي 700 800 جرام. المكرونة الاتنين، الاسباجيتي والمكرونة التانية. هنبدأ بقى نسيبها تغلي معانا على البوتاجاز لمدة 10 دقايق، وتكون المكرونة بتاعتنا استوت. وبرضو ايدينا في الشعرية ما نسيبهاش لعند ما نوصل للمرحلة دي كده، وصلنا للون الذهبي اللي احنا عايزينه. هبدأ انزل بكوبايتين من الرز المغسول والمتصفي. معانا كوبايتين شعرية، كوبايتين رز مغسول ومتصفي. هنبدأ نشوحه كويس جدا 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 في قلب الشعرية بتاعتنا. كل ما نشوح الرز اكتر، كل ما يطلع معانا مفلفل، كل ما يتشرب معانا من المادة الدهنية او من الزيت اللي احنا حاطينه، كل ما يكون معانا مفلفل اكتر. هبدأ انزل بمكعب مرق. مكعب المرق ده اختياري جدا، ممكن تحطيه، ممكن ما تحطهوش، دي حاجة اختيارية حسب ما انت بتحبي تحطيه على اكلك او لا. حطيت معانا مكعب المرق. بنزل دلوقتي بمعلقة من الكزبرة ومعلقة من الكمون. ودلوقتي هنزل بالعدس اللي احنا كنا نقعينه لمدة ساعة في مية مغلية، صفيناه وغسلناه ونزلنا بيه على الرز. وهنبدأ بقى نشوحه مع الرز ومع الشعرية ومع التوابل والبهارات اللي احنا حطيناها. نبدأ نشوحه كويس جدا في قلب الرز، ياخد له تشويحة كده كويسة. دلوقتي هنزل بالملح بتاعنا، وهنزل بنص معلقة من السكر. يعني نزلنا بالملح ونص معلقة من السكر. نص معلقة السكر هنا مهمة جدا، بتخلي لي طعم الرز حلو، وبتعدل لي طعم الرز، عشان طبعا احنا حاطين كمون وحاطين كزبرة. ودلوقتي هنشوف هنحط ايه تاني من مكون سري هنحطه مع بعض دلوقتي، بينقلك الرز نقلة تانية خالص. بيخلي اهو معلقة دي المكون السري بتاعنا، معلقة التوم، معلقة التوم المفروم، يخلي لك ريحة الرز تجنن، رهيبة جدا. وبيخلي طعم الرز اصلا انت وهو على البوتاجاز وريحته طالعه، بتبقي عايزه تحطي وتاكلي منه قبل ما يستوي من جمال الريحه بتاعته اللي طالعه. اهو اشوح الرز، اللي انا مش عايزه اشوح التومه ان هي تاخد لون، لا ده انا بس بخلطها في قلب الرز معايا والعدس والبهارات اللي احنا حاطينها. هبدا انزل بمعلقتين من الخل، اطفي بيهم الرز بتاعنا، معلقتين اتنين بس مش اكتر. بيبقى مديكي كده طعم للرز زي ما تكوني انتي حاطه عليه دقه. طعم اكتر من رائع بجد للرز. يعني بيبقى الرز اصلا هو كده لوحده وجبه من غير بقيه مكونات الكشري، بيبقى طعمه حلو جدا. هبدا انزل معانا بالميه المغليه، هنزل باربع كوبايات ونص من الميه المغليه، لان طبعا انا العدس عندي منقوع فمش هيحتاج ميه كتير. وكوبايتين الرز هياخدوا كوبايتين ميه، وكوبايتين الشعريه هياخدوا معانا كوبايتين ميه، في اربع كوبايات ونص. وهنبدا نغطي عليه اول ما يغلي معانا ويتشرب، هنبدا نهدي عليه النار 10 دقايق، وهيكون الرز استوى معانا ومفلفل. وهنشوف النتيجه مع بعض دلوقتي. بعد ما سلقنا المكرونه وصفيناها، مش هنحطها تحت ميه بارده، هي زي ما هي كده. هنبدا ننزل بيها في حاجه واسعه، وننزل عليها بنص معلقه من الكمون والكزبره، ونص معلقه من الفلفل الاسود. وهبدا برضو هنزل على المكرونه بتاعتنا بزيت البصل بتاعنا اهو، زيت البصل. هبدا اصفي منه معلقتين وانزل بيهم على المكرونه، معلقتين اتنين بس وانزل بيهم على المكرونه، وابدا اقلبهم في المكرونه. معلقتين الزيت دول بيدوني طعم حلو قوي للمكرونه، لان هو طبعا واخد كل طعم البصل، وفي نفس الوقت بيخلي لي المكرونه مفلفله،
ومفرفطه مش معجنه. والتركايه بتاعت ان انا افرد المكرونه دي بتديني نتيجه حلوه قوي 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 للمكرونه، ان انا افردها كده واسيبها لما تبرد عشان خاطر ما تعجنش منك. وهنا بقى حطينا الكوبايه بتاعت الحمص بتاعتنا بعد ما اتنقعت ساعه. اتخلصنا من الميه بتاعتنا اللي كانت فيها، وحطيناها في ميه نظيفه وحطيناها تغلي على البوتاجاز لمده 10 دقايق، وبيكون خلص معانا الحمص. تحطي عليه رشه كمون وملح، وكده الحمص بتاعنا خلص. في حله تانية على النار هنعمل الصلصه بتاعتنا. هننزل بزيت البصل، وفي فتافيت كده من البصل انا اتعمدت ان انا انزلها ما صفوهوش، لان انا عايزه طعم البصل بتاعي معايا في قلب الصلصه. هنزل بمعلقه من الثوم المفروم وابدا ان انا اشوحها كده في قلب الزيت. وبعد كده بعد ما تاخد تشويحة خفيفة كده، يعني يبقى اللون بتاعنا أصفر فاتح، هننزل بمعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة ونص معلقة من الفلفل الأسود، وابدأ أشوحهم كويس جدا 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 لما تطلع معايا ريحة الفلفل الأسمر الأسود والبهارات، تبدأ تطلع الريحة معايا. ومكعب المرق اهو بتضيف برضو معاكم مكعب مرق اهو. ريحة المكعب المرق مع التوابل لما بتطلع بتدي نكهة حلوة قوي قوي قوي. ودي برضو من ضمن التركات اللي بتديكي نكهات كويسة جدا، وبتخلي لك الطعم حلو. شوحناه، بعد ما شوحناه وشمينا الريحة طلعت، هبدأ انزل بكوبايتين من الصلصة. الصلصة دي انا طماطم مصلصاها وحطها في الفريزر. لو عندك عصير طماطم فريش عادي مش مشكلة ممكن تحطيها. انا عشان دي عندي متوفرة فحطيتها. بعد كده هنزل بالملح بتاعنا، وهنزل بنص معلقة من السكر. نص معلقة السكر دي مهمة جدا، بتعدل الطعم وبتخلي طعم الصلصة بتاعتنا حلوة قوي. بعد كده بقى خلاص بنبدأ نقلبها. وبعد ما غليت معانا الصلصة هنزل بمعلقة من البصل اللي احنا محمرينه واخدينه للكشري بس. وبعد ما غليت واتسبكت معانا يعني بدأت تشرب ميتها تماما، أبدأ أنزل بكوباية واحدة بس من المية المغلية. بعد ما نزلنا بكوباية من المية المغلية أول ما تغلي معانا كده خلاص الصلصة بتاعتنا خلصت، ولا أسهل من كده. زي ما احنا شايفين مع بعض كده خلاص الصلصة بتاعتنا خلصت. منتهى السهولة عملنا الصلصة بتاعتنا. في حلة على البوتاجاز هنزل بكوباية من المية، وهنزل بتلت كوباية خل. كوباية مية عليها تلت كوباية خل. اول ما تغلي هبدأ انزل بالكمون بتاعنا، معلقة من الكمون. هنزل بالملح بتاعي، هنزل بكزبرة، هنزل بمعلقة من الثوم المفروم. معانا معلقة من الثوم المفروم هنبدأ نقلبها. وسنة شطة، ربع اقل من ربع معلقة الشطة، لان انا هعمل شطة بره للي عايز شطة، فانا مش عايز الاكل يبقى حراق عشان لو حد مش حابب الشطة يقدر ياكل براحته. بس كده خلصت معانا الدقة. اقل من 10 ثواني كانت خلصانة الدقة. نيجي بقى للشطة بتاعتنا، برضو مش هتاخد معانا وقت خالص. طاسة على البوتاجاز فيها معلقة من الزيت، هنزل فيها بمعلقة من الشطة، ابدا اشوحها. الريحه بتبقى فظيعه يعني، يا ريت لو تلبسي كمامه لان بتبقى ريحه الشطه رهيبه جدا تقدرش تستحملي. بعد ما اشوحها انزل عليها بمعلقتين من الصلصه اللي احنا لسه عاملينها مع بعض للكشري بس. وبكده تكون خلصت معانا الشطه. منتهى السهوله. بوريكم المكرونه، الحركه اللي احنا عملناها في المكرونه دي او التركيه اللي احنا عملناها في المكرونه دي قد ايه مطلعه معانا المكرونه مفلفله ازاي، زي ما احنا شايفين مش معجنه ومستويه. والرز بتاعنا برضو بوريكم قد ايه هو مفلفل، وقد ايه هو ريحته تجنن، وقد ايه طعمه احلى كمان من ريحته. بصوا مفلفل ازاي على ايدي. بصوا الرزايه الواحده بوحدتها. وبعد كده بنجمع الطبق بتاعنا على بعضه وبنقدم طبق الكشري، وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم. ودي الشطه معانا، وده الحمص انا مخليه بره عشان اللي عايز يحط حمص يحط. ودي الصلصه بتاعتنا والقوام بتاعها عامل ازاي. ودي الدقه. واحلى طبق كشري ممكن تاكليه في حياتك. ولو ما جربتيش الطريقه دي جربيها ومش هتندمي. وما تنسيش لما تجربيها تدعيلي. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتقولوا كومنت حلو، تقولي ايه رأيكم في الكشري اللي احنا عملناه مع بعض. ولما تجربوه يا ريت تقولي ايه رأيكم فيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وبنكون وصلنا للنتيجة اللي انتوا شايفينها في الكشري بتاعنا.
وفي نهاية الفيديو بتاعنا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.